يلا نجرب حاجه على ذوقكم بقى كده. واحد بيقول لي جرب 50 جرام من البن الجيتومالي على 50 جرام من البن البرازيلي. هنا هو عايز جيتومالي هيدوا نفس تيست الكولومبي، والبرازيلي هيديله كريمه عاليه جدا. 50 جرام هندي ارابيكا و50 جرام من البن الحبشي اللي هيخلوا ريحه القهوه حلوه. اندونيسيا هيظبط له القوام والوش، والهند الروبستا برده هيظبط له القوام بتاع القهوه. فتعالى نبتدي الخلطه دي كده على طول. وعايز يحوجها برده هنحط 50 جرام من البن الجيتومالي اللي هيديك نفس تيست الكولومبي بدون اي نسبه مراره. 60 جرام من البن البرازيلي اللي هيخلوا القهوه كريمي جدا. جرام من البن الهند الارابيكا اللي هيخلوا القهوه طعمها طعم الشوكولاته. جرام من البن الحبشي اللي هيخلوا ريحه القهوه حلوه جدا. 20 جرام من البن الهند الروبستا اللي هيخلي القوام تقيل جدا والاخر الفنجان فعلا هتشرب قهوه تقيله. 20 جرام من البن الاندونيسي اللي هيخلي القهوه قوامها حلو ووشها حلو. وبعدينك عايز له 10 جرام من الحبهان وواحده من جوز الطيب وعودين من الجينسنج. الحبهان طبعا ستاندر في التحويجه، زي جوز الطيب بتدي مزازه كده، الجينسنج بيديك طاقه وبار ومفيد جدا في قلب القهوه. هنحط الاثنين الجينسنج واحده من جوز الطيب و10 جرام حبهان. قال لي بقى ايه؟ قلب الكلام ده كله وادعي لي وانت بتجربه. فتعالى نقلبه وبعدين نروح نطحنه ونرجع نعمل فنجان قهوه ونشوف هندعي له ولا ندعي عليه. بص هناخد معلقتين من البن، تعالى بقى نجربه بعد ما طحناه. هناخد مقدار السكر زي ما احنا عايزين، انا هحط ربع معلقه بس كده عشان ايه؟ اكسر المره بتاع القهوه. وبعدين هحط الميه بتاعتنا. شغل بوتاجاز. انا بحب بصراحه من الحاجات اللي انا بحبها جدا وانا بقلب القهوه بتاعتي ببدا انزل ميه. يعني انا ما بحطش مقدار الميه كامل واقلب بره النار، لا بحط الميه وانا ايه؟ بقلب. بحسها بتفرق جدا في التسويه مش عارف ليه. وتعالوا كالعاده نيجي لكم بعد ما القهوه تخلص. وبعدينك اول ما تبدا بقى ايه تستوي ننزل قهوتنا. شايف نازله اصلا قلب، يعني متخيل فنجان قهوه يقلب ريحه مكان. كريمي وشها معقول جدا وشها كريمي، انت فاهم؟ تحس انها دايبه. تعال نجربها ونقول راينا. جدعان تحفه، يعني ابسط ما يقال عليها تحفه بجد. تستحيل انتوا تجربوها. يمكن ممكن نحط لها مثلا فيتنامي يظبط لها الوش اكتر، بس انا كواحد مثلا ما بيفرقش معاه وش القهوه قوي قد ما يفرق معاه ان القوام يبقى زي ما انت شايف كده. مفيش قوام بالشعره، قوام مظبوط مسطره، زائد ان القهوه تكون كريمي جدا. بشرب فنجان قهوه طعمه حلو، كل حاجه فيه مظبوطه، مش محتاج منه وش بصراحه لان انا بحب القهوه مغليه في العادي اصلا. واديني اقول لك اهو الله يبارك.